السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض عايزه اقول لكم البريوش او المنجقونه زي ما بيقولوا عليها في بورسعيد. طبعا هي مرتبطه بشم النسيم. هابي استر. دلوقتي عايزين مقادير. عايزه معلقتين سوري قصدي بيضتين. هحط عليهم معلقه خل لسه ما حطيتهاش. عايزه كمان كوبايه الا ربع سكر بودر، وعايزه كمان بصوا اقل من المج، يعني شويه صغيرين زي ما احنا شايفين كده. بصوا شويه صغيرين جدا يعني. دلوقتي ده زبده على زيت ذره او سمنه، وعايزه كوبايه زبادي ممكن تبدلوها لو عندكم لبن رايب، وكمان 3 معالق كبار لبن بودر، وكمان عايزه زي ما احنا شايفين كده دي معلقه سوري كبت شويه معلقه خميره فوريه، وكمان عايزه برضو معلقه كبيره بيكنج باودر، وعايزه كوبايه الا ربع حليب يكون دافي. هحط عليه دلوقتي معلقتين سكر بودر، واحط عليها كمان معلقه الخميره. انا طبعا عايزين كيلو دقيق يكون منخول. دلوقتي زي ما احنا شايفين انا حطيت الخميره على معلقتين سكر بودر على كوبايه اللبن الدافي. هنسيبهم على جنب دلوقتي لغايه اما نشوف بقى الدقيق ننخله ونعمل بقيه المكونات. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا جبنا كيلو الدقيق دلوقتي كده هننخله. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا طبعا نخلنا كيلو الدقيق وحطينا عليه ذره ملح، وحطينا عليه المعلقه كبيره بيكنج باودر، وكمان 3 معالق لبن بودر. هنقلب بقى كله دلوقتي كده على الناشف. دلوقتي كده ضفت كمان الزبده والزيت. دلوقتي بقى كده هعجن كله مع بعض زي ما احنا شايفين كده لغايه اما يبقى عايزه اقول لكم حبيبات كده او زي حبه الرمل كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين بصوا بقى عامل زي حبه الرمل. دلوقتي هننزل عليه بالبيضتين وعليهم معلقه الخل زي ما قلت لكم، وكمان رشه صغيره فانيليا. دلوقتي كده حطينا على البيضتين معلقه الخل ومعلقه صغيره فانيليا. دلوقتي بقى هنضيفهم للدقيق. انا كده ضفت البيض اللي هو عليه الخل والفانيليا كده. ضفت كمان كوبايه الا ربع السكر عليهم، وهقلبهم بقى بسم الله. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بصوا الخميره خلاص خمرت كده، هننزل بيها على الدقيق بسم الله. كمان بصوا نزلت كمان معاهم بكوبايه الزبادي، او اللي ما عندوش زبادي ممكن يحط كوبايه الا ربع لبن رايب بس. ونقلب بقى كله. دلوقتي بصوا كده هنلم العجينه.